ازاي البرمجة ممكن تغير حياتنا بارت 1. عشان تعمل مجموعة فايلز جديدة على الديسكتوب مثلا، انت مش محتاج كل مرة تدوس رايت كليك نيو فولدر بالشكل ده كده عشان تعمل كل فايل لوحده على الديسكتوب مثلا. امال المفروض اعمل ايه؟ هتيجي عندك في الكيبورد وتدوس ويندوز ار بالشكل ده كده، هيطلع لك حاجة صغيرة تحت في الشاشة كده مكتوب فيها كلمة سي ام دي. لو مش مكتوبة امسح الكلام المكتوب واكتب انت كلمة سي ام دي ودوس اوكي. بالمنظر ده كده هيفتح معاك حاجة اسمها الباور شيل. الباور شيل ده مكان انت تقدر تتحكم في اي جزء من الجهاز بتاعك من خلاله. فانا مثلا عايز احط الفايلز في الديسكتوب، هكتب سي دي ديسك توب كده، دوس انتر. كده بقيت متحكم في الديسكتوب. شوف بقى انت عايز تحط كام فايل واكتب اساميهم. بس انا هحط الكود بتاعي ام كي دايركت كده بالمنظر ده، حط اسامي الفايلز بتاعتك كلها. انا هحط مثلا فايل 2 فايل 3 فايل 4 فايل 5 فايل 6 فايل 7 فايل 8. كده كفايه دلوقتي. دوس انتر بس، مش هيجيب لك اي حاجه خالص على الشاشه هنا. بس لو طلعت بره في الديسكتوب هتلاقي ان كل الفايلز اللي انا قلت لك عليها اتعملت بالمنظر ده كده. ودي تريك برمجه جديده من بيج انفينيتي، وعايز تريكس اجدد تابع بيج انفينيتي.